تصور معايا كده وسط ارض جرداء وفوقها سماء متلبده بالغيوم. تخيل معايا بس مجموعه من البشر بيزحفوا ورا بعض، عيونهم مليانه غضب وايديهم مرفوعه بالحجاره والشومه، وكل واحد فيهم قلبه مولع بالثوره. لكن مفيش انترنت، مفيش فيسبوك، مفيش تويتر، مفيش وسيله اتصال تقدر توحد صفوفهم بسرعه. ومع ذلك التاريخ بيشهد اول ثوره في تاريخ البشريه، اول محاوله من الانسان انه يرفع صوته في وجه السلطه. زمان الثورات كانت بتقوم بالسيوف والخناجر، والناس كانت بتنزل الشوارع عشان تعبر عن غضبها بصوت عالي. بس الايام دي الدنيا اتغيرت تماما، وبقينا نعمل ثورتنا بلمسه على شاشه الموبايل او على فيسبوك. تعالوا نرجع كده بالزمن شويه ورا ونعرف ازاي الثورات بدات اصلا، وازاي السوشيال ميديا والهواتف قلبوا الدنيا. الانسان من اول ما اتولد وهو بيدور على الحريه، مش مهم وسيلته كانت ايه، الاهم انه كان بيحس بالظلم وبيحاول يتحدى النظام. واقدم ثوره في التاريخ ممكن ترجع لحضارات قديمه زي زمن السومريين في العراق او حتى المصريين القدماء. بعض المؤرخين بيقولوا ان اقدم ثوره حصلت كانت في مصر القديمه سنه 2380 قبل الميلاد، لما الشعب انتفض ضد الملك بيب الثاني. وقتها الناس زهقوا من الاستغلال والضرائب العاليه وكانوا عايزين يغيروا الوضع. مفيش بقى واتساب ولا انستجرام عشان ينظموا بيه صفوفهم، الناس كانت لازم بتعتمد على التجمعات والمحادثات المباشره في الاسواق او في البيوت. الثوره في الزمن ده كانت بتحتاج مجهود بدني رهيب واتصالات على مستوى شخصي عشان تنتشر، ورغم كده كانت بتنجح احيانا. الحماس كان وقوده الاساسي هو الظلم وعدم الرضا عن الوضع القائم. وعلى مر التاريخ كانت الثورات بتتطور زي ما الانسان نفسه بيتطور. في العصور الوسطى بدات الثورات تاخد شكل اكتر تنظيما، الناس كانوا بيتجمعوا في السر يخططوا ويستعدوا، واحيانا كانوا بينظموا جيوش صغيره زي الثوره اللي حصلت في فرنسا سنه 1789. دي كانت واحده من اهم الثورات اللي حصلت على مستوى العالم في الوقت ده. كانت فرنسا وقتها تحت حكم ملكي مستبد، والناس كانوا مش لاقيين ياكلوا، فقرروا ان هم يغيروا النظام بالقوه. والثوره الفرنسيه بقت رمز للحريه والعداله، وكانت الشرارة اللي ألهمت كتير من الثورات بعدها. حتى في أمريكا حصلت الثورة الأمريكية سنة 1775 لما الشعب الأمريكي قرر إن هو ينفصل عن الحكم البريطاني. ورغم إن وسائل الاتصال كانت بدائية جدا، الرسائل كانت بتتبعت عن طريق الحمام الزاجل أو عن طريق الفرسان، إلا إن الشعب قدر يتحد ويقلب الكفتين. في الأول خالص كان اللي عاوز يعمل ثورة كان بيلف على البيوت ويقول لهم يلا نقلب الدنيا، زي الثورة الفرنسية اللي حصلت زمان. كانت الناس بتنزل تحت شعارات وحاجات مكتوبة على ورق. يومها كان الكلام اللي بيتقال في السر بيتنقل أسرع من الحريق في الهشيم. وبرغم ان مفيش تليفونات ولا نت في الزمن ده، كان لما تبقى زعلان من الحكومة او من الملك مفيش غير انك انت تتجمع مع شوية ناس وتعملوا مظاهرة. اما دلوقتي انت تكتب تغريدة على تويتر وتلاقي الدنيا ولعت من غير ما تخرج من بيتك. وعدينا بعدها شوية وبقينا في القرن العشرين، والصحافة في الوقت ده كانت سيد المواقف، وبدأت الصحافة تاخد مكانها في قلب الثورات. يعني لو كان عندك جريدة كنت تقدر تقلب النظام. بص على الثورة الروسية، كل حاجة فيها اتقالت في الجرايد، الناس كانت بتستنى الجورنال يطلع عشان تعرف ايه اللي بيحصل. لكن مع دخول التلفزيون كل حاجة بقت أكبر، زي ما حصل في الثورة الإيرانية، كانوا بيعملوا شرايط كاسيت وبيوزعوها في كل حتة، وهو التلفزيون والراديو ساعدوا ان هم يوصلوا صوت الناس في كل مكان. التطور التكنولوجي اللي حصل في القرن العشرين قلب موازين الثورات تماما. في الاول الراديو والتلفزيون كانوا هم وسيله الاتصالات الرئيسيه في الوقت ده، اللي بتخلي الناس بتعرف ايه اللي بيحصل حواليها في العالم. بس بعد كده لما بدأ ظهور الانترنت في التسعينات وفي اول القرن ال21 بدأت السوشيال ميديا تدخل بقوة في حياتنا. فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب وغيرهم كتير بقوا مش مجرد منصات للتواصل الاجتماعي بس، لكن بقت ادوات قوية جدا للثورة. كل واحد بقى معاه قدرة انه ينشرها ويوصلها للالاف بل ملايين الناس في ثواني. وعندنا مثال واضح على الثورة التونسية اللي حصلت في 2010، اللي كانت بداية للي اتسمى بعد كده للربيع العربي. واحد زي محمد البوعزيزي، شاب تونسي حرق نفسه احتجاجا عن الظلم الاجتماعي والاقتصادي، وصورته انتشرت بسرعه رهيبه على السوشيال ميديا وقتها، والناس في كل مكان بقت تنتفض وبتطالب بالحريه والعداله. لما تيجي تتكلم دلوقتي عن الثورات في الزمن ده تقدر تشوف بسهوله ان السوشيال ميديا بقت قلب الثوره. منصات زي فيسبوك وتويتر بقت المكان اللي الناس بتنظم فيه المظاهرات، بتحدد فيه المواعيد والاماكن، وبتنشر فيه الفيديوهات اللي بتفتح فيه احيانا الحكومه، زي ما شفنا في الثوره المصريه سنه 2011. صفحه واحده بس على فيسبوك كانت قادره ان هي
انها تنظم مظاهرات 25 يناير، واللي بعدها الشعب المصري نزل الشوارع وما مشيش الا ما النظام اتغير. السوشيال ميديا كمان بقت بتوفر للناس فرصه ان هم يشوفوا العالم بعيون بعض ويشوفوا الظلم ويتفاعلوا معاه في لحظتها. كل شخص بقى صانع للمحتوى، كل واحد بقى اعلامي وصحفي في لحظه عن طريق يصور فيديو او يكتب تغريده وبيشارك في صنع القرار. الثوره بقت يعتبر في جيبك دلوقتي، مفيش حاجه اسمها عايزين نسمع صوت الشعب، كل واحد بقى صوته موجود في جيبه على هيئه موبايل. النهارده كلنا مراسلين، نصور وننشر اسرع من اي محطه تلفزيون. الموبايل اللي في جيبك بقى سلاح اقوى من السيف والبندقيه، تقدر تنزل بث مباشر من اي مكان وتعمل هاشتاج يخلي الدنيا كلها تشوفك، وحتى لو الحكومه مش عاجباك مش لازم تروح لحد مكتبها، كل اللي عليك انك تعمل فيديو وتفضح اللي بيحصل وتخليه يلف العالم كله. لكن بلاش ننسى نفس الموبايل اللي بيديك الحريه دي ممكن يبقى سلاح ضدك انت. والحكومات دلوقتي بقت بتستخدم نفس التكنولوجيا عشان تراقب الناس، كل تغريده بتكتبها، كل بوست بتنشره ممكن يكون بيبقى تحت المراقبه. حتى الحاجات اللي فاكر ان هي بتبقى خاصه مش بالضروره ابدا تفضل خاصه. حتى الحكومات بدات تفهم اللعبه كويس وعرفت ان الانترنت والسوشيال ميديا بقى هم مفاتيح القوه الجديده، عشان كده بقت تتحكم فيهم وبتقطع الانترنت وقت المظاهرات مثلا. يعني الثوره اللي كانت بتعتمد زمان على نزول الناس في الشارع بقت تعتمد على اشاره الواي فاي. وفي بلاد كتير جدا بقى في حاجات زي قوانين لتحديد حريه التعبير على الانترنت والحجب اللي ممكن يحصل لمواقع معينه زي تويتر او فيسبوك، وكانك في ساحه حرب رقميه وكل واحد فيهم بيحاول يكسب الجوله دي. بس لما نيجي نتكلم على مستقبل الثورات قدام شويه كلها هيبقى رقمي، يعني من هنا ورايح ممكن نشوف الثورات مختلفه تماما عن اللي كنا بنشوفها زمان. ما بقاش لازم تنزل الميدان او ترفع شعار، ممكن ثورتك كلها تحصل وانت قاعد قدام الكمبيوتر مثلا. الثورات الرقميه هي اللي بقت تتحكم في العالم، واللي ما عندوش انترنت او موبايل كانه ما عندوش صوت. لكن برضه مين عارف، يمكن في يوم من الايام نفس السوشيال ميديا اللي بنستخدمها عشان نقلب الدنيا تبقى سبب في تقييد حريتنا. السوشيال ميديا دخلت حياتنا زي ضيف تقيل جاي من غير عزومه، قاعد في بيتك ومش ناوي يمشي اصلا. والضيف ده ما كانش تاثيره على الناس العاديه بس، لا ده قلب الحكومات كلها فوق وتحت. يعني زمان الحكومه كانت عايشه في الدور، تتحكم في الناس وتقول لها اللي هي عاوزاه وتنشر اخبار وتقرر قرارات ومحدش يقدر يفتح بقه. بس مع دخول فيسبوك وتويتر والانستجرام الدنيا اتقلبت، وبقى كل واحد في ايده ميكروفون كبير يقول فيه اللي على مزاجه حتى وهو قاعد على القهوه. اول حاجه حصلت ان الحكومه اكتشفت ان الدكتاتوريه اللي كانت متغطيه بيها بقت بردانه شويه. يعني زمان كان في حاجات كتير قوي بتحصل وبتتقال وبتدور في الغرف المغلقه، لكن دلوقتي كل حاجه بقت على المكشوف، فيديوهات حيه، بوستات على السوشيال ميديا، ناس احيانا بتسخر من القرارات بتاعه الحكومه كانهم بيتفرجوا على مسرحيه كوميديه. بعض الزعماء السياسيين لقوا نفسهم فجأة متراقبين من الشعب زي اللي في امتحان شافها. تعال بقى نشوف الرقابة. الحكومات قالت لك ما احنا لازم نتحكم في اللي بيحصل على الانترنت ده، فأول حاجة عملوه قالوا نقطع النت. طب ودي ينفع؟ ولا حاجة، الناس اللي قعدت في البيوت نزلت الشارع مش لاقيين نت، يبقى الثورة في الميدان بعد كده. قالوا طيب نحجب المواقع اللي بتعمل لنا مشاكل، لكن ما يعرفوش ان الشباب دلوقتي بيستعملوا VPN كانهم بيشربوا شاي، مكسرين الحجب وقاعدين يتفرجوا ويعلقوا برضه. بعض الحكومات لما لقت نفسها مش عارفه تسيطر على الوضع قالت طيب نلعبها بالعقل، نستخدم السوشيال ميديا لصالح، يعني ننشر اخبار من عندنا، نصدر الخوف، نلعب على مشاعر الناس. بس الناس برضه ما سكتتش، بقى كل ما الحكومه تعمل حاجه بتلاقي الرد برضه من الناس بالسخريه والضحك. تخيل كده الحكومه تنزل تصريح رسمي وتلاقي التعليقات كلها ضحك وكل حد بيتريق، والموضوع بقى زي المعركه، الحكومه تضرب بقرار والناس ترد بالهزار والكوميديا. بس في الاخر السوشيال ميديا بقت مرايه كبيره قوي متكسره، الحكومه تقف قدامها تلاقي وشها الحقيقي بيه، مفيش بقى الكذب اللي كان بيتقال وبيتصدق. الانترنت ما بينساش حاجه وكل حاجه بقت على المكشوف. دلوقتي الحكومات بتحاول تتكيف، في منهم اللي عارف يلعبها صح وفي اللي لسه مش عارف يعمل ايه. الحقيقه اللي مش محتاجه كلام ان السوشيال ميديا قلبت الموازين وخلى الناس العاديه ليها صوت اعلى واقوى من اي وقت فات. بس لما نيجي نبص على المستقبل والتكنولوجيا بقى الموضوع عامل زي العفريت اللي طالع من المصباح السحري. كل شويه حد يطلع يقول لك المستقبل هو الروبوتات، المستقبل هو الاي اي، المستقبل بقى هو العربيات الطايره، وكاننا دخلنا في فيلم خيال علمي احنا مش جاهزين له ولسه بنتعلم من اللي بيحصل قدامنا. بصراحه التكنولوجيا دي زي اللي جاب لك حاجه جديده وانت مش عارف تستخدمها صح. كل يوم في اختراع جديد بيقول لك هو ده اللي هيغير العالم، وانت بتفكر تحافظ على بطاريه موبايلك ازاي لاخر اليوم. يعني بالعقل ازاي نتكلم عن المستقبل واحنا لسه بنعاني من الواي فاي اللي لسه بيقطع. نيجي لاول حاجه الروبوتات. الدنيا مليانه كلام كتير قوي عن الروبوتات اللي هتاخد مكاننا في الشغل وتعمل كل حاجه احسن مننا. بس عايز اطمنك ما تخافش على شغلك، يعني ما تقلقش. الروبوتات دي هتاخد وقت طويل قبل ما تعرف تلبس قميص بشكل صحيح. يعني شوف الالات اللي في المصانع بتشتغل صح بس لو حصل حاجه بسيطه هي ذات نفسها بتقف مستغربه
كانها ناسيه هي جت ليه اصلا. اما بقى الذكاء الاصطناعي فده موضوع تاني. الناس اللي قاعده تقول ان الذكاء الاصطناعي هو اللي هيحل مشاكل العالم، بس الحقيقه ان الذكاء الاصطناعي عندنا دلوقتي كل اللي بيعمله انه بيتحكم في فيسبوك وانستجرام عشان يعرف انت بتحب ايه ويدخلك في دايره مغلقه من الفيديوهات اللي تشدك اكتر زي الريلز والتيك توك. بس انت مش عايز طبعا تحط مستقبلك في ايد ذكاء بياخد كل قراراته من عدد اللايكات والشير. نيجي بقى للموضوع العربيات الطايره اللي الناس كلها بتتكلم عنه. يعني ايه العربيات تطير؟ ده احنا لسه مش عارفين نسوق العربيات اللي بتمشي على الارض. كل يوم حادثه وكل يوم ازمه مرور، فانت عايز نقصد في اننا نعرف نسوق عربيات في السماء؟ يعني تخيل واحد عمل حادثه مع طياره فوق لان جوجل مابس قررت توديه في حته غلط. المستقبل والتكنولوجيا حاجه حلوه اكيد، بس ما تبالغش في الحلم وخليك واقعي. التكنولوجيا بتحاول بس احنا برضو بنحاول معاها، وفي الاخر هنفضل نقاتل عشان نفهم التطور ده وهو يفضل سابقنا بخطوتين. وكالعاده الحل مش في التكنولوجيا نفسها، لكن ازاي نستخدمها بطريقه مفيده واحيانا نعرف نريح نفسنا شويه من شوشرتها. اخيرا من ايام ما كان الانسان بيكلم جاره في السوق عن الظلم لحد ما بقى يعمل لايف على فيسبوك وهو في قلب المظاهره. والتاريخ بيشهد ان الانسان عمره ما كان ساكت على حق. الثورات على اختلاف اسبابها وادواتها كانت دايما تعبير عن رغبه الانسان في الحريه والعداله، ورغم ان الزمن اتغير بس الهدف فضل ثابت. وبنكون هنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش برضو اللايك والكومنت. واشوفكم في حلقه جديده. كان معاكم محمد يونس، والسلام عليكم.